صباح الفل عليكم الناس الجميله الرقيقه الصغنونه دي اللي هي بتتعلم سواقه جديد دي. انا جاي النهارده اقول لهم كلمتين ونص. ايه اللي يخليكي يا سعاد ويا ابتسام انك انت تتحطي في موقف وما تضغطيش فرامل؟ يعني انا دلوقتي داخله وبجري وقيس فجاه يا لهوي الحقني. طب ماشي، طب ما تضغطي فرامل يا سعاد. إيه ما هديتيش العربيه ليه يا ابتسام؟ يعني هي الموضوع كله يا جماعه بتتلخص في كلمه ونص. انا داخله على موقف، الموقف ده هيدخلني ان انا هخبط حد، هخبط يا اما بني ادمين يا اما هضغط بنزين تقوم مدخلاني في عربيه او اعمل حادثه لا قدر الله. انت يا فوزيه الموضوع كله بيتلخص في كلمتين اتنين. لو انت راكبه مانوال يبقى دبرياج وفرامل، يا اما لو راكبه اوتوماتيك تهدي فرامل بالراحه عشان اللي وراكي ما يلزقش فيكي. الموضوع ده صعب يا جماعه، كلمه ونص. هدي عربيتك، اول ما تتملكي عربيتك اعرفي انك انت هتسوقي كويس. طيب انا النهارده جريت بالعربيه، معرفتش اتملك العربيه، دخلت خبطت يا اما الرصيف يا اما ناس يا اما عربيات. انت بعديها اتعقدتي في السواقه. ايوه ما فيهاش هزار، اول ما انا بخبط انا اتعقدت في السواقه وقلت كلمه واحده بس، ان الكار ده مش كاري. انا يوم ما اجيب عربيه اجيب معاها سواق. طب وليه؟ طب ما انا ايه اللي مدخلني في القصه دي كلها؟ موضوع السواقه يا جماعه عايزه تشغيل مخ. انا وانا داخله في اي مكان لازم ان انا اكون داخل المكان ده وانا هادي. اول ما اتمكن من العربيه خلاص انا اتمكنت من السواقه. مجرد ما انا اتمكنت من العربيه وقدرت ان انا ادخل بالراحه في الحتت الضيقه، خلاص انا بقيت بسوق. يبقى رقم واحد كده الهيدلاين بتاعنا، انا بقيت بسوق. بعد كده في حاجات اسمها ممارسه، ان انا امارس عشان ابقى احسن في السواقه. انما انا ماشيه بالعربيه كده الله اكبر يعني عليكي، ماشيه بالعربيه فجاه لقيت ناس هف 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 ابعدوا ابعدوا ابعدوا. ايه ده؟ ايه اللي انت بتعمليه ده؟ طب ما انا ممكن معايا حاجه صغيره جدا اسمها بدلات، اقدر اتحكم في العربيه وسرعتها واوقف العربيه لو اضطر لذلك. احنا اتفقنا مع بعض معلومه صغنونه كده في الفيديو ده، بنقول ان الازاز هو كبوت العربيه. اول ما ازازك الطابلو بتاع الفريم الازاز ده يبقى قصاده حد، يبقى انت كده هتخبطي الحد ده. الحد ده مش قصاد الازاز بتاعي، يبقى مش قصاد الكبوت، يبقى انا مش هخبطه. بسيطه سهله. تيجي فوزيه تعمل ايه بقى؟ فوزيه وابتسام وسعاد دول حاجات اساسيه معايا، يعني بقعد اقولها للناس كلها. طيب اجي بقى في الموقف اللي زي ده، لقيت حد قدامي الحقني. في ايه يا ماما؟ بالراحه. طب ما احنا معانا بدلات وعرفنا ان احنا نقدر ان احنا نتك دبرياج وفرامل. الاقي العربيه هديت معايا، وقلنا ان احنا عندنا 3 حالات للتهديه. اول حاله ان انا اشيل رجلي من على البنزين خالص، الحاله الثانيه ان انا اضغط فرامل بالراحه، الحاله الثالثه لو انا عايز اقف خالص هو ان انا اتك دبرياج على الاخر وفرامل في المانوال، وبالراحه سنه سنه فرامل لو هي اوتوماتيك. تمام كده يا جماعه؟ بالله عليك يا سعاد، بالله عليك يا فوزيه، يا ابتسام، انتوا اللي بتخلي الناس تقول عليكم ان الستات ما بتعرفش تسوق. فكر، انا ماشي اهو. هو انت وانت بتطبخي لو في حاجه هتبوظ الاكل هتحطيها؟ اكيد لا. يبقى انت وانت ماشيه كده في امان الله فجاه حاجه هتعرقل طريقك، في حاجه هتبوظ الدنيا، في حاجه هتعملي حادثه هتخبطي. هدي. حتى لو انت بتسوقي بينك وبين نفسك وبتسوقي لوحدك وبقيتي كويسه في السواقه، هدي. طول ما انت مهديه محدش هيقولك انت مهديه ليه. اقصى حاجه الناس تعملها انها تكلكسلك. انما انا جريت اهو وبقيت سترونج وومن في السواقه، يقابلني حد هشوطه هشلوحه. ازاي يعني؟ طب ما هو في الاخر هتخبطيه ويتقال عليك انك انت ما بتعرفيش تسوقي. فهمتوني يا جماعه؟ تهدئه العربيه اهم جزء في العربيه، اهم جزء في السواقه، هو ده اللي بيخلي الناس تقول عليا ان انا بقيت بعرف اسوق، ان انا اتملك العربيه. ما عمري ما قلت ان الستات مش بتسوق كويس. والله يا جماعه انا معايا ستات بتعمل الدريفتات بالعربيه، والله بتعمل خمسات وستات. تمام كده؟ اشوفكم على خير في فيديو جديد كده، ونتمنى لكم الخير وصباحكم بيضحك كالعاده. باي باي.